السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي رسالة رقم 2. بوجهها للمواطن الكويتي اللي أساء للمصريين في الكويت خاصة والدول العربية جمعاء لما قال إن كل مواطن مصري في الكويت معاه سيارة يبقى هو راجل حرامي وبيقوم بأعمال يعاقب عليها القانون. أنا بقول له سيادتك أنت قمت بعمل، العمل ده ما يقومش بيه غير دول بيشترك فيه في الدول دي وزارة الداخلية ثم وزارة العدل في مرحلة لاحقة. الكلام ده كله بيبدأ بمرحلة الشك، فتبتدي بعدها مرحلة التحريات، ثم مرحلة جمع الأدلة، ثم مرحلة التوقيف والاعتقال، ثم مرحلة الاستجواب، ثم المرحلة الأخيرة مرحلة القضاء والحكم. انت كل المراحل دي انت اختصرتها في شخصك انت. قمت بالمراحل دي من البداية للنهاية. وايه دليلك ان الشخص ده عنده عربية؟ نزلت بالفيديو اللي انت بتقول نازل فيه اسيوط تدور على العربيات بتاعت المصريين والقصور والعمارات. انا بسألك سؤال، هو اي مواطن مغترب في بلد سيادتك او في اي ما اي دولة هو بيسافر ليه؟ مش عشان يأمن مستقبل عياله، يشتري شقة، لو عنده طموح يقدر يعمل عمارة بيعمل عمارة، بيجيب عربية بيجيب عربية. ما هو كل دوت المواطن المغترب بيعمله. مش بالسرقة، لا 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 لا، بيتغرب عن أهله بالسنين، يمكن يكاد يكون العمر كله. بيرجع يقضي سنوات ويخلص العمر انتهى. بيحرم نفسه من الاكل، بيحرم نفسه من الاهل، بيحرم نفسه من الاولاد. يعني يمكن كل سنه او كل سنتين بيروح يزور ولاده وزوجته واهله مره كل سنه او كل سنتين حسب ظروفه. فانت بتحاكمه على طموحه. تعال لنقطه تانية، هل يا ترى انت تقدر تقوم بالعمل ده في دوله غير مصر؟ هل يا ترى تقدر تنزل السعوديه وتطلع الفيديو اللي حضرتك طلعته وتقول فيه انا بصور السعوديين؟ مش شرط بقى في اتهامك العجيب او الكوميدي ان عندهم عربيات. اي اتهام في معامله سيئه لكويتي في السعوديه او اي فيديو سيادتك تعمله اثناء تواجدك في دوله من الدول الخليج العربي، تقدر تعمل العمل ده؟ تقدرش تتعمل في مصر بس لان مصر فيها حريه، فيها حريه التعبير، شمس الله ساطعة للجميع. انت بتستغلها استغلال غلط. كل بلد فيها الصالح وفيها الطالح. انتوا للأسف دول الخليج وبعض القنوات العربية للأسف تتبع لدول شقيقة بتحب تنشر الغسيل بتاع المصريين. هو احنا هو اللي بيجي يغسل غسيل مش لازم الغسيل ده يكون قذر او وسخ. امال انت بتغسله ليه وبعد كده تنشره؟ ما هو لازم اي غسيل يبقى كده. فانت ما تقولش الحاجه اللي عليها تراب لا دي قذره، طب ما هي عليها تراب وهيجي في يوم من الايام تنضف. نرجع لموضوعنا. من اساء العقاب، من امن العقاب اساء الادب. يعني انت عارف ان مصر فيها حريه، فنزلت عملت اللي عملته لانك عارف ان مصر بتقبل جميع الاراء، ولكن ده غلط. الموضوع ده مش هيستمر كتير، وان شاء الله البلد دي هتقف على حيلها. وان شاء الله نأمل في القريب العاجل باذن الله الرحمن الرحيم ان مصر بلدنا تبقى حلوه، والمغتربين بدل ما يضيعوا زهرة شبابهم في دول خارجية سواء كانت عربية أو دول أجنبية، لا يجوا يعمروا بلدهم. وإن شاء الله بلدهم هتكون قوية بيهم. كل الفئات المصرية سواء عمالة عادية، سواء مدرسين،
سواء دكاترة، سواء مهندسين، سواء علماء. حابب اقوله ان احنا الدولة العربية الافريقية اللي كانوا بيقولوا عليها لا تنتمي الى العرب، هم يظنوا العرب في الجزيرة العربية بس، ولكن عايز اقول ان احنا الدولة الوحيدة اللي صدرنا اللغة العربية لأهل اللغة العربية، احنا اللي علمناهم. احنا بعتنا المدرسين، بعتنا الأئمة، بعتنا العلماء يعلموا العرب ايه هي اللغة العربية. انت ما تجيش حضرتك تتهمنا عشان الناس المصريين في دولة الكويت الشقيقة في منهم المهندسين، الأطباء، العلماء، الأئمة، الأساتذة، كل الفئات البسيطة والفئات العالية، كل دول بيعمروا بلدك. انت بدل ما تشكرهم بتسيء ليهم. الموضوع ده زي ما قلت مش هيمر مرور الكرام، وان شاء الله لازم يكون في حل عاجل وحل ناجز، ونشوف لنا معاك صرفة، لان الموضوع دوت لو اتساب هتطلع اشكال كتير مختلفة بحكايات مختلفة من اللي زي حضرتك كاره نفسه وكاره المغتربين اللي هم اساسا بيساعدوا بلدك. اشوفكم على خير، ويا رب الموضوع ده يتحل في اقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.